أحبتي، قد تأخذ ما عند فلان أو فلان بالكذب أو الافتراء، ولكن والله الذي لا إله إلا هو إنك لن تأخذ ما عند الله إلا إذا صدقت مع الله. والله لن تأخذ ما عند الله إلا إذا صدقت مع الله. قد تنصب على فلان وتضحك على فلان وتأخذ ما تشاء، ولكن لن ينجيك من الله إلا أن تصدق مع الله. ووالله الذي لا إله إلا هو لا زال في أمتنا خير، وفي شبابها خير، وفي فتياتها خير، بل حتى في أطفالها خير. كان هناك فتاة عابدة صوامة قوامة في عمر الورود والأزهار من بنات هذا الجيل، لا من بنات الأجيال الماضية. تقدم لها شاب فترددت، فقيل لها: لماذا التردد ولماذا لا توافقين؟ قالت: أحب الصيام والقيام. قالت: أحب الصيام والقيام. فقيل لها: إن خدمة الزوج عبادة وقربة إلى الله، فأنت في خير وعبادة. فاستخارت ثم قطعت التردد بالموافقة. قالت: لكن بشرط. قالت: لكن بشرط، وشرط واحد ليس لي شرط سواه. قالوا: وما هو؟ قالت: أن يأذن لي بصيام 3 أيام من كل أسبوع. أن يأذن لي بصيام 3 أيام من كل أسبوع. فهي تعلم أن صيام النافلة لابد أن يكون بإذن زوجها، فأخبروه ففرح بالشرط ووافق، وفرحت هي بموافقته وزفت إليه، وبني بيت على تقوى من الله ورضوان. الله أكبر. نريد بيوتا تبنى على مثل هذا، على صيام بالنهار وقيام بالليل. من مثل هذه البيوت يتخرج الرجال والأبطال. وإليك أنت أيضا همسة أهمسها لك مع البداية. اعلم بارك الله فيك أن كل الأبطال تخرجوا من مدرسة الليل، ففي الظلام تعلموا الإخلاص والإقدام. اعلم أنك لن تكون فارسا مغوارا بالنهار حتى تتعلم الفروسية والرهبانية بالليل. أخبرت عن شاب نحيل الجسم كثير الحياء قليل الكلام، همه الإسلام والعمل للدين، لم يتجاوز 27، لكنه ذو رأي وقول سديد، موفق والتوفيق بيد الله. يقول أحد الشباب: رافقته مرارا في رحلات دعوية، كم أصابنا فيها من التعب والإرهاق والمشقة والعناء، ومع هذا رأيت منه عجب العجب. كان صاحب قيام ليل، وليس بأي قيام، بل قيام طويل تتعب منه الأقدام. أحبتي، كثير هم الذين يقومون، لكن أين قيام من قيام؟ من وقف دقيقة ليس كمن وقف ساعة. يقول الشاب عن صاحب ذلك الجسم النحيل: كان يقوم في الليلة الواحدة ب5 أجزاء من القرآن. كان يقوم في الليلة الواحدة ب5 أجزاء من القرآن، وما تخلف عن ذلك ليلة واحدة مهما كانت الظروف ومهما كانت الأحوال. قلت: هكذا هم الصادقون. قلت: هكذا هم الصادقون. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. هكذا هم الصادقون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إن أمة تمتلك أمثال هؤلاء الفتيات والفتيان أمة لا تقهر ولا تغلب بإذن الله، ولكنها تمتحن وتبتلى حتى يأتي أمر الله، وحينها يفرح المؤمنون، وحينها سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.